السلام عليكم. انا جايه لكم بقى من الشوبينج طازه. ايه ده؟ يعني انتوا كمان كده ولا انا بس اللي لاحظت الموضوع ده النهارده؟ انا النهارده كنت حاسه بصدمه حضاريه بجد. ايه ده؟ في ايه؟ ازاي اجيب الطبق ب 15 جنيه بجد؟ ازاي اجيب مشروم الطبق ب 15 جنيه من مكان في مصر؟ جايه لكم اقول لكم حاجات، يعني انا لا عايزاكم تعرفوا انا ازاي كان بيضحك عليا يا جماعه. يعني انا بجد انا جايه لكم من الصدمه، انا جايه لكم من صدمه حضاريه غير طبيعيه. انا مش عارفه ابتدي بايه، انا مش عارفه اقول لكم انا كان بيضحك عليا ازاي يا جماعه. انا بجد مصدومه. يعني هقول لكم حاجه، ابسط حاجه. انا عايز اسال سؤال عايز اسال سؤال بجد. هو ازاي اختلاف الاسعار الرهيب لا الفظيع اللي بين مكان والتاني في مصر؟ يعني ليه بيحصل كده؟ يعني ازاي اجيب سلعه غذائيه من مكان بثلاث اضعاف سعرها في مكان تاني، وانا في مصر وهو في مصر واحنا كلنا في مصر وكلنا مصريين وكده؟ ايه ده؟ تعالوا بصوا من غير ما نطول عليكم هقول لكم انا جبت ايه. مشروم يا جماعه. المشروم، انا كنت بجيب طبق المشروم ده. اولا هقول لكم حاجه بصراحه، بمنتهى الصراحه، انا شخص اصلا ما بركزش في اسعار اي حاجه. انا اخر واحد في الحياه ممكن يقول لك هو دفع كام لما دخل السوبر ماركت، ولا جاب الحاجات دي بكام، ولا الطماطم بكام. ما اعرفش اسعار حاجه، وبيضحك عليا بشكل غير طبيعي. بس الفتره الاخيره طبعا مع اختلاف الاسعار والاسعار الفظيعه اللي بقت متفاوته دي، بدات اركز، بدات احس ان الفلوس بتطير 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 يعني. فبدات اركز في الاسعار. فطبق المشروم، لان انا بجيب مشروم كتير، طبق المشروم الطازه ده انا بجيبه من السوبر ماركت يتراوح من 50 45 يوم ما يكون يعني رخيص قوي 45 جنيه. انا ازاي اجيبه ب 15 جنيه؟ ومكان تاني انا برضو في مصر كنت بجيبه ب 45 و50. انا عايزه افهم يا جماعه. طيب الصدمه الحضاريه الكبيره، التفاح الاخضر ده اللي هو اهو، التفاح الاخضر ابو ختم ده اللي هو بالختم، انا بجيبه من السوبر ماركت ب 200 جنيه و 225. ازاي انا اجيبه ب 50 جنيه؟ ازاي يا جماعه؟ هو احنا في مصر غير مصر؟ ده انا هقول لكم الكيوي يا جماعه، الكيوي القمر ده، الكيوي تخيلوا الكيوي. انا الكيوي بجيبه معرفش بكام هنا، 120 130 150، كل مره بيتقال لي فيه سعر مختلف. انا جايبه الكيلو ب 60 جنيه في الكيوي ده. انا بقيت حاسه ان انا في مكان مش في مصر. انا بقيت حاسه ان انا ايه يا جماعه ده؟ هو إيه؟ حد يقول لنا، حد يفهمنا المشكله فين. انا بدات الاحظ المشكله لما في حالات معايا بداوا يشتكوني من اسعار المكونات، وبداوا يقولوا لي احنا ما بقيناش نقدر نجيب الاكل. والغريبه ان الناس اللي بيشتكوا لي دول هم ساكنين في اماكن كويسه جدا. يعني ناس ساكنين في التجمع في زايد، بدأوا يقولوا لي الاسعار الحاجات بقت غاليه جدا. فبدات اركز، ايوه فعلا يا جماعه الاسعار، انا بجيب الحاجات غاليه جدا. طب لما حد قال لي بقى انزلي في مكان معين بقى في مصر، انا لقيت لا يا جماعه، احنا اللي بيضحك علينا بقى. احنا اللي في الحته اللي بيضحك علينا فيها. طب هما في مصر عادي والحاجات دي موجوده عادي جدا 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 ورخيصه جدا. انت متخيل ان الكيوي جايباه ب 60 جنيه كيلو وانا بجيبه 120 و130 و150؟ في حاجه مش طبيعيه. بس سيبكم من كل ده، سيبكم من كل ده وركزوا معايا بقى في الكبيره. احنا نلم تفاحنا وكيوهنا واقول لكم بقى التقيله بقى الفظيعه. ماشي؟ الصدمه الكبيره. يعني انا عايزه اقول لكم انا جبت حاجات كتير جدا، حاجات كلها حاجات مطبخ. بس انا هقول لكم حاجه، الحاجات دي مفهوم ان اسعارها تكون متفاوته. ليه؟ لانها في حد بيقول لك ده استيراد مش عارفه ايه، وحد يقول لك مش عارفه ايه، مع انه ممكن يبقى نفس الشكل ونفس الخامه ونفس مش عارفه ايه. بس انت مثلا جبته من مكان، انا مش قادره اقول لكم جبت ده بكام. انا بشوفه اونلاين يعني باسعار خرافيه. انا جايبه ده ب 60 جنيه. لا يا جماعه في حاجه غريبه، ده ب 60 جنيه اللي هو المقص اللي هو بتاع الخضار اللي هو الكذا كاتر كده ده. ده جبته ب 60 جنيه برضو. لا في حاجات دي ب 40 جنيه. لا في حاجات كده دي ب 30 جنيه، اللي هي اصلا بشوفها في كل الاماكن غاليه جدا يعني، عشان اعمل بيها حاجات هعملها في رمضان ان شاء الله. التمريه برضو، تخيلوا التمريه دي جبتها ب 50 جنيه يا جماعه. انا جبت التمريه دي ب 50 جنيه. 50 جنيه. انا مش قادره اقول لكم اصلا كنت شايفاها بكام. انا حاسه ان انا كان بيضحك بس سيبكم من كل ده، سيبكم من كل ده وركزوا معايا في التقيله اللي انا فلوسي كلها ضايعه عليه يا جماعه. انا فلوسي كلها ضايعه على التمر. انا ما بجيبش غير تمر القصيم، وما بجيبش غير الملكي الفاخر، تمام، اللي هو الحبايه الكبيره. بصوا بقى، بصوا نفس الكرتونه اللي انا جايباها. انا جايبه الكرتونه دي الاسبوع اللي فات ب 650 جنيه. تخيلوا انا جبت، بصوا ده الجامبو الكبير كمان يعني، ماشي، مفيش واحده فيه حتى
متفعصه مثلا كده، بايظه مثلا، متبهدله مثلا. انا جبتها ب 400 جنيه يا جماعه. انا مش قادره اصدق انا فلوسي ضاعت على التمر. انا فلوسي كلها ضايعه على التمر اصلا، لان انا كمان الفتره الجايه بعمل حاجات كتير قوي ان شاء الله هنزلها على ستاند اب هيلثي وهتعجبكم جدا ان شاء الله. فانا بحتاج التمر بكميه كبيره جدا، فانا ملاحظه الفتره الاخيره وانا بجهز الاوردرات دي انه ايه ده، التمر غالي جدا، المكسرات غاليه جدا، البذور غاليه جدا. طب ايه ده، انا جبت فرق ضعف الثمن ولا قد ايه؟ مش عارفه. يعني انا جبتها ب 650 ودي جبتها ب 400، يعني فرق 250. انا ممكن احط عليها 150 واجيب واحده كمان. هو في ايه؟ هو في ايه بجد؟ هو في ايه بس؟ حد يفهمنا في ايه؟ الموضوع كده غريب يعني، تفاوت الاسعار في مصر غريب. ايه في ايه بجد؟ بصوا انا عايزه اقول لكم كمان جبت القمر ده، جبت حاجات حلوه قوي، جبت حاجات حلوه قوي قوي وسعرها رخيص جدا، سعرها رخيص جدا. المفروض ما اقولكوش كده، بس فعلا سعرها رخيص جدا. بصوا جبت ده عشان رمضان، عشان اعمل فيه عصير. مش قادره اقول لكم بكام، ادوا سعر. يلا جه السعر ده، خمنوا سعر بجد، قولوا لي ده بيكون بكام. ماشي؟ انا مش عارفه اقول ايه يعني، انا جبت حاجات حلوه جدا، بس انا عاوزه اسال ليه يا جماعه فرق السعر ده؟ يعني هل معقول اللي باع لي الحاجات دي ب50 جنيه وب20 جنيه وب30 جنيه وب50 جنيه وب60 جنيه، هل الناس دي ما كسبتش؟ هل معقول الناس دي ما كسبتش؟ مش عارفه. انا بشوف ان التجاره كل واحد حر طبعا، ربنا يرزق الجميع، كل واحد حر في التجاره، كل واحد حر، بس في المعقول. يعني ممكن مثلا واحد يبيع حاجه ب50، واحد تاني بيبيعها ب60. مش واحد بيبيعها ب50 واحد بيبيعها ب200، لا كده الموضوع ما بقاش دخل في تجاره بقى. ولا انتوا شايفين ايه؟ مش عارفه. انا جبت حاجات تانية كتير بس يعني مش عارفه اوريها لكم دلوقتي عشان ان شاء الله هنستخدمها كلها في رمضان. بس ايه ده، قولوا لي كده انتوا ايه الحاجات اللي انتوا لاحظتوا فرق سعر كبير جدا فيها؟ عشان برضو يعني اقول لكم الاماكن دي عادي في وسط البلد في مصر، يعني الاماكن دي الناس كلها قالت لي عليها وروحي وشوفي فيها وكده وهتجيبي حاجات اسعار. ولو كنت لفيت شويه اكتر كنت جبت ارخص، يعني انا لو كنت لفيت شويه اكتر كنت جبت حاجات ارخص. مش عارفه يعني. هو يعني قولوا لي كده، قولوا لي بجد ايه.